باش تزرع السعادة في المحترف وفي الناس. يعني إنسانة لا تتكرر كما قال الأخ جواد. وبهذه المناسبة كنشكرها بزاف وكنتمنى لها حياة كلها سعادة وحب وعطاء ومزيد من التألق. يعني حتى هي شقات حياتها يعني ووصلت لشي حوايج يعني حنا صعب علينا اننا نوصلوا ليهم. يعني ما شاء الله خدت جائزة في موسوعة الشعراء العرب وحتى ان جلالة الملك محمد السادس عطاها تهنئة يعني استحقاقية تستحقها بكل فخر وهذا اعتزاز بالنسبة لنا نحن كأصدقاء وإخوة. ما أقوله في الأخت فاطمة مباركة فهو قليل وقليل جدا في الحياة. فالأخت كما عرفتها في الحي الشعبي في سنوات الدراسة بثانوية مريرشيد، حيث كنا نحاول أن نكتب بدايات شعرية وننجز المجلة الحائطية أو مجلة الثانوية في ثانوية مريرشيد وثانوية مباشرة. وأنا أذكر مجلة لينا التي كنا نكتب فيها أنا والأخت فاطمة مباركة في بداية التسعينات، ولا زالت في جعبة تلك المجلة وتحمل وجوه شعرية كبيرة وتحمل مجموعة من الأساتذة الأجلاء والسينمائيين التي كنا نشكل أسرة، كانت أسرة لينا وكانت وجوه كلها حماس ووجوه تواقع للإبداع لحب الإبداع وللسير بعيدا في الشعر. فتوطدت العلاقة مع الأخت فاطمة مباركة في الدراسة الجامعية، وكان لها الفضل في استقطابي إلى محترف الشعر المعاصر التي كونا أسرة متماسكة هناك وحققنا مجموعة من الطفرات الشعرية. وفي سنوات قصيرة حققنا إشاعا كبيرا يشهد له الجميع وشهد له مفكرين وأدباء كبار بفعل التضحية والجهد المتواصل والتفاني ونكران الذات. مجددا أشكر هذه الوجوه الجميلة التي التقينا بها، ونشكر الحضور الكريم في هذه الأجواء الرمضانية الخلاقة، أجواء التعبد للخالق سبحانه وتعالى، ورمضان مبارك سعيد وشكرا. أريد كلمة أيضا يا فاطمة زهرة، تفضلي. كل أريد أن أقول أن أشكرك جزيل الشكر لأنك جمعت بيننا بعد سنوات من سنوات. يعني أنا جواد لم أره منذ 99 عفوا يعني جواد لم أره منذ 99، حبيبة كذلك يعني منذ التقيتها منذ شهرين أو 3 أشهر. فاطمة السنة الماضية، زهراء كذلك السنة الماضية. يعني أتمنى أن يكون هذا اللقاء هو بداية للقاءات أخرى تتكرر ويكون فيها تواصل أكثر مع الشباب، مع يعني حتى تستمر الكلمة بمدينة فاس. أصبحنا نرى أن الأمسيات والملتقيات الشعرية بفاس قد ندرت ولم تعد كما كانت سنوات التسعينات. سنوات التسعينات كنا نرى كل أسبوعين أو شهر أو شهرين أمسية، لكن الآن أصبحت مدينة فاس لا تعرف هذا الأوج الشعري. أنا أتمنى أن تكون هذه الأمسية وهذا اللقاء يعني فاتحة خير وبداية للقاءات وأمسيات أخرى. أتمنى من الشباب أن يأخذوا على عاتقهم مشعل وأن يشعروا بهم الثقافة في المدينة، لأن فعلا نحتاجه، لأن ما نراه اليوم من أشياء كثيرة واندثار الأخلاق لو الشعر والكلمة والقراءة
والاستمرار في الإبداع هو الذي يجعلنا نرتقي بأفكارنا بكلماتنا بمصطلحاتنا أيضا. وعلى ذكر المصطلحات أظن صباحا بعد لقائنا بإذاعة فاس الجهوية حول اللقاء وبعد أن خرجنا نتمشى أنا وفاطمة طرحت علي سؤالا قالت: ما رأيك فيما يقوله الشباب الآن واللغة الدارجة التي يتعاملون بها ويريدون أن تصبح هي لغة التواصل اليومي في المجتمع؟ فقلت هم يريدون أن يقولوا لنا: نحن حاضرون هنا ونستفزكم لتنتبهوا إلينا، أنتم تخليتم عنا فانتبهوا، نحن لا نقول هذا إلا لأننا نريدكم أن تلتفتوا أكثر لنا. فعلا المدرسة فأخذت دورها، الأسرة، المجتمع، نقص الخطر ليدق. أتمنى أن يكون اللقاء الشعري والأدبي هو البلسم الذي يعيد إلينا ما كنا عليه من قبل. شكرا للحضور الكريم على هذه الجلسة، شكرا لأنهم تشجعوا الحضور في هذه الساعة، وأظن الساعة شرفت على 12 تقريبا. شكرا لكم جميعا، سعدنا بكم وسعدت بالتواصل بأصدقائي. شكرا فاطمة، شكرا جدا. قبل ما نطيح لك انا لا اجامل السيده فنانه وشاعره عندها الدم الشعر ومن جهه كتخسر. يعني في مهرجان 2011 2012 يعني موسوعات عندها قيمه ثمن اخذينها فابور. شحال ديال الدواوين الشعريه الاسبانيه ديال شعراء يعني عرب. يعني انا تعجب، انا شكرا لها واطال الله في عمرها والله يحفظها. وهذا ما لا اجامل وفي الصمت. انا تنشوف الحاجه اللي واحد الانسان يستحق شي حاجه نقولوها وتبارك الله عليها. حولت بالأمسية الشعرية وكأنها أمسية تكريمية لفاطمة بوهرة. شكرا لكم زملائي، لكن نعود إلى الشعر مرة أخرى، ولا زلت في قمة الشباب وفي قمة العطاء، ولم أقدم بعد ما أطمح إليه، سأقدم المزيد بإذن الله. نعود إلى الشعر ومع من اليمين مع فاطمة الزرافلي. سأقرأ نصا: نسيت عفوا ونسيت أنك الرجل. عفوا سيدي، نسيت أنك الرجل. عفوا أني تجرأت على الحلم بحضرتك. عفوا أني بعت أزهار الربيع لأشتري ياقة لقميصك. عفوا لأني ما نمت ليلة عن حزنك. عفوا لأني جعلتك كل ذاكرتي واختزلت أحلامي بأحلامك. لكن عفوا فما عدت أختزل العالم في عينيك ولا أحلامه أحلامك. رسمت طريقا بعيدا عن مسارك وجعلت حلمي أن أصحو كل صباح وذاكرتي قد تحررت من ذكراك. مع الدكتورة حبيبة حمش. وفي نفس السياق دائما لا أقول بأن المرأة دائما يعني مظلومة في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان تكون المرأة هي الظالمة. نعم، لست امرأة من ورق أو طرشور. علمني كيف أكون امرأة تحت قدميها يستكين الطوفان. علمني كيف أسلسل الصمت وأعبر في فجر واحد كل الأكوان. أنا لست امرأة من ورق أو طرشور، لست امرأة تكتم الأسرار ومن يقف قرب بابها ملايين الفرسان. عجل عجل فالدرب الطويل طويل والحزن مركبة الحائرين. عجل يا سفير القلب إلى القلب ويا نهج التائبين.
لست امرأة من ورق أو طرشور، فوريدي تسكنه 1000 امرأة تغزل من طيبها سيوف الفاتحين. فتتقدم الأخت الشاعرة الكبيرة فاطمة بوراكة لإلقاء قصيدتها ختاما لهذه الأمسية. تقرأ هذه الاستفهام وأذن جواب وليس ختام. النساء أولا ثم الذكور. مرايا لكائن ناري. حرقة الصمت ممددة على سبيل السريرة، أجراس الحب مدججة بالغضب، مرصعة هي بقايا المرايا في قلبي المحمول على النعش. الدمع شريان القلب المفتون المقتول، لحيضة الصدق الملعون في حضرة العنكبوت. في حضرة العنكبوت يسكنني هذا الوجع الضارب في الوجد، يبتلعني وحدي عبر الأثير فوق الموج، أخطو مسافاتي على الجمر. قسم الزيف أنشودة ترتل على الشوارع، قسم الزيف أنشودة ترتل على الشوارع، والأرض حبلى بصرخة الرفض، طعنة الغدر نزيف القلب المهجور المكسور، وأنا القريبة البعيدة أضحك أبكي، أمزق بقايا المرايا الموسعة في قلبي المحمول على النعش، أحتفل بزغاريدي الشجن، أمضي أمضي فأمضي. وختامه مسك ذكوري مع الأستاذ الشاعر محمد الصفاوي. قصيدتي حول أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى، حول فنون السبع وهم أهل الكهف. رزقنا الله ومن غيره يرزق، كيفما شاء للخلائق يخلق. رجاؤنا في الإله كاشف ضرنا، فأي بابه يطرق. جنات عدن للفائزين عيونها، عذب زلال ماؤها يترقرق. ما سر عيني لا تفارق دمعها، من ذكره كلما تلوت تغرورق. ذكر يزيد النفوس طمأنينة، من غيره للقلوب أحب وأصدق. تخشع السامعين حلاوة لفظه، ويطمئن إن للمعاني تذوقوا. فتية آمنوا بالله وصدقوا، في كهفهم مجتمعين لا يتفرقوا. في طمأنينة ناموا وقلوبهم خيدها صدق إيمان يتدفق. لو رأتهم عيون الناظرين انبرت مفزوعة إن هي للملامح ترمق. لكن تواروا عن الأنظار بإذنه، نائمين وبالحجاب تطوقوا. شمس الرحمن لا تفارق كهفهم، بإذنه من كل جانب تشرق. أظافر مرعبة شعر مفزع، منذ آلاف السنين لم يحلقوا. رسولنا صادق في دعوة قومه، لا عن مغريات الهوى ينطق. لا غوث إلا غوث المغيث ولطفه، إن طغى عاد أو تصدع زورق وشكرا. مع جواب الدستور كآخر نص في هذه الأمسية الشامية. القراءة دائما من ديوان عقد شرفات لسنة 1990. قالوا عنك قرينة الموت، لكن صدق عيونك أهدابك هذه الجفون تجعلني
عاشق حتفي. قالوا عنك أنأى من القمرين، لكن رحلة الوجد إليك وحلم السفر معك تجدتني من حياتي، تعلمني تقديس ذاتي ونسجي بخيوط ذهبية، بأوتار سرمدية، بحبال وردية تكاد تربط الأزمنة. قالوا عنك أنقى من مرآة الغريبة، ترفضين وأنت راغبة، تهجرين وأنت عاشقة محبة. ابعدي ابعدي كما تشائين، واتركي عنوانك متاعك وبعض كلماتك الحجرية الغجرية الرمادية تغتال بدواخل آخر لحظات الصواب. قالوا عنك معذبتي، قالوا عنك معذبتي وأرادوا اللقاء. قلت سر سعادتي عشق ألم وفراق. قالوا عنك سيدة الملك، قالوا عنك سيدة الملك، وهذا العندليب بالحيرة تأسره خمائل السبير وتكويه نيران الغيرة. يتحداك صبرا خليلا يا أميرة. يقولون ويقولون عنك ضمائر تتوجع وقلوب تولع وحرائق تلمع. أقول وأقول يا حبيبا اخدع أو لا تخدع، فالعصافير على أشكالها تقع. Thank you.